ثم الطفل يستيقظ عادي جدا كأنه ليست لديه أي عوارض خنق أو اختناق مثلا أو شيء من هذا القبيل. لا، إنه الطفل يعني حي يرزق، فقط كان نائما ولكن أمه أو آباءه أو أفراد الأسرة كانوا سوف يجنوا جنونهم لأنهم شعروا أنهم فقدوا يعني طفلتهم أو طفلهم. المهم من بين العلامات الأخرى هي أن بذور النجوم لديهم قلب مغسول جدا. يعني بعض المشاعر التي يشعرون بها سائر البشرية، الغيرة، الحسد، الحقد، الكره، هم لا يعرفون هذه المشاعر نهائيا، فيبدأوا يكتشفونها في البشر يعني، ولا يؤمنون بالخرافات بأنك يعني سحر وما نعرف شنو. يعني هم يؤمنون بقدراتهم، بذكائهم، بخلقهم، بخالقهم عفوا. يعني يؤمنون بخالقهم، يؤمنون بالملائكة، يؤمنون بأشياء أخرى، لا يؤمنون بهذه الأشياء. هي بالنسبة لهم غير موجودة وهي تافهة، وهم أشخاص يعتمدون على أنفسهم وليست فيهم التلاعب أو الخداع أو النصب. ليس فيهم مكر. هذو الأشخاص لا يسرقون، لا ينهبون، لا يكذبون، لا يعيشون بالغش، لا يعيشون بل يعتمدون على عقولهم وعلى أدمغتهم ويشغلونها مهما كانت ظروفهم، سواء كانوا فقراء، بسطاء، أغنياء، مهما كانت ظروفهم فهم فقط يعتمدون على خالقهم ويعتمدون على عقولهم وذكائهم لكي يتعايشوا في هذا العالم، رغم أنهم يرفضون كل شيء هنا يعني على الأرض. يعني يعني هم منذ طفولتهم يلاحظون أن هناك الكذب وهناك خداع وهناك نفاق وهناك استغلال، ولا يجب أن يكون هذا ولا يجب أن يكون ذلك الأمر، وهذا خطأ وهذا غلط، ولماذا البشر يعيشون بهذه الطريقة، ولماذا لديهم هذه القوانين. يعني وهناك من تمرد، وهناك من اتهموهم بالتمرد وإلى آخره، ومنهم من كانوا علماء، ومنهم من كانوا مخترعين، ومنهم من كانوا نشروا الحب والسلام. وحتى إذا كان فيهم مرض التوحد يعني يكونون أذكياء جدا. فمرض التوحد هو أنني أنا لدي وعي وذبذبات عالية جدا مرتفعة على ذبذبة ووعي الأرض. يعني وعندما أنت تتحدث مع أصحاب التوحد يعني هو ليس فقط ليس أنه لم يفهمك، ولكن هو فهم ما لم تفهمه أنت. يعني سبحان الله، أمهات اللواتي لديهم أطفال فيهم التوحد هم يعلمون بهذه الأشياء، يلاحظون أن أولادهم أذكياء ويفعلون أشياء وأشياء، ولكن لماذا يعني ردة فعلهم تكون مختلفة عن باقي الأطفال وإلى آخره. وهناك خلط في مرض التوحد. يعني هناك من فعلا فيه مرض التوحد والطبيب قام بالتشخيص الصحيح لمرض التوحد، وهناك لا، يقول لك إنه مريض بمرض التوحد ولكن هو ليس توحد، بل يكون أمراض أخرى، ولكن يقولون إنه توحد. المهم لن أتحدث في هذا الموضوع، لأن الحقيقة الكل لا يتقبلها والكل يرفضها. يعني الحقيقة دائما مرفوضة ولا يستطيع الإنسان أن يتقبلها، لهذا لن أتحدث فيها. أنا سوف أذكر آخر علامة، وهي بطبيعة الحال ليست آخر علامة، فهناك الكثير والكثير والكثير، ولكنني أنا ذكرت أهمها.
ذكرت العلامات التي يجب أن تكون فيك 100%. وهذه العلامات التي ذكرتها في هذا الفيديو يجب أن تتوفر فيك كلها لا ينقصها شيء. المهم آخر علامة باش ما يجيناش الفيديو طويل، وباش إن شاء الله نتلقاو في الفيديوهات القادمة ونذكروا أشياء أخرى. المهم آخر علامة وهو أن الطفل عندما يرفض الأكل والشرب وجميع الأطعمة مهما كانت لذيذة ومهما كانت يعني أطفال أخرى يتمنونها وإلى آخره، هو يرفضها. ولكن قد تجدك أمك في أوقات ما أنك تأكل أكل وتمضغ وتعمل حركات أنك فعلا تأكل، ولكن الأم لا تجد شيء. يعني أنت جالس وتأكل ولكن غير مرئي. ذلك الأكل والشرب الذي تشربه وتأكله هو غير مرئي للأم، ولكنك أنت تعمل حركات كأنك تأكل وتشرب. يعني هناك أشياء كثيرة تجعل الأم أن تشك في طفلها وفي أنه ربما يكون فيه شيء، ربما يكون مريض، ربما لا، على الإطلاق هو ليس مريض ولا شيء، هو طبيعي جدا. ولكن إذا هذه العلامة توفرت فيك، تأكد 100% أنك أنا لن أدخل في التفاصيل ولن أقول أكثر مما قلت، فأنا قلت الكثير والكثير والعديد من الأسرار بدور النجوم. أتأسف على هذا لأنهم هم لا يحبون أن نذكر أسرارهم ولا يحبون الظهور أو التعريف على أنفسهم. ولكن أيضا هناك بذور نجوم تحتاج إلى معرفة أنفسها وإلى المساعدة أيضا. أتمنى لكم السعادة والتوفيق، ومبقى لي غير نقول لكم إلى اللقاء في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. مع السلامة.